ليه الضرس بيتكسر بعد حشو العصب؟ وهل لازم اعمل طربوش بعد حشو العصب؟ وهل كل الناس لازم تعمل طربوش بعد حشو العصب؟ ولو ما عنديش المقدره ان انا اعمل طربوش او كراون بعد حشو العصب او عايز اجل خطوه زي دي اعمل ايه؟ وايه هو الاندوكراون او الحشوات الخزفيه؟ خلينا ناخدهم واحده واحده. ليه الضرس بيتكسر؟ اول حاجه الضرس اللي يوصل لمرحله انه محتاج حشو عصب ده بيكون بسبب كميه تسوس كبيره موجوده في الضرس، وده بيخلي الضرس ضعيف. يعني بعد ما بننضف التسوس الباقي من الضرس بيبقى ضعيف، فلما بنعمل حشو الاسنان بيبقى سهل جدا ان اثناء المضغ انها تكسر الضرس، لان قوه المضغ ما بتبقاش متوزعه على جسم الضرس كله. عشان كده بيكون الافضل انك تغطي سطح الضرس، السطح اللي بنمضغ عليه الاكل، سواء بالحشوات الخزفيه او بالكراون او الطربوش. تاني سبب ان نسبه كبيره جدا من الاسنان بعد حشو العصب بيحصل فيها تسوس الاسنان تاني. يعني الضرس اللي انا اعمل له حشو عصب ممكن يحصل فيه تسوس اسنان تاني. ليه؟ لان احنا مش مغطيين الضرس، فالتسوس يبتدي ياكل في الضرس وانت مش حاسس. ليه؟ لان الضرس معمول له حشو عصب، فما فيش اشاره بتوصل للدماغ الحق خد بالك ده في الم في الضرس ده، فتبتدي تتحرك، فيفضل التسوس ياكل في الضرس لحد ما مره واحده تكتشف ان الضرس اتكسر. وللاسف كمان انت ما بتكتشفش ده غير لما تسمع صوت كسر وانت بتاكل، او لما تلاقي حاجه بتتحرك من الضرس نفسه فتكتشف ده الضرس اتكسر. تالت حاجه ان الحساسات اللي موجوده في الاربطه اللي بتربط ما بين الجذور والعظم اللي بتقيس وبتحدد قوه المضغ اللي بتبعتها للعضلات. يعني واحنا بنمضغ قوه المضغ دي بتتحدد ازاي؟ يعني ايه الفرق ما بين المضغ وانا باكل حاجه طريه مثلا او وانا باكل مكسرات؟ مين اللي بيحدد حاجه زي دي؟ الحساسات الموجوده في الاربطه اللي بتمسك الجذور بالعظم. دي عباره عن سوست خفيفه جدا ورفيعه جدا، هدفها انها تقيس قوه المضغ المطلوبه، وهدفها انها تشوف لو في حاجه الضروس مش هتقدر تستحمل مضغها تروح تبعت اشاره للعضلات تقول لها وقفي ما تمضغيش. ويمكن ده حصل في يوم من الايام معاك، انك وانت بتاكل مثلا وكان في حاجه ناشفه مره واحده تلاقي نفسك وقفت مضغ، سواء كنت بتاكل فشار عيش رز ولقيت حاجه ناشفه. مش ده بيحصل او حصل معاك في يوم من الايام؟ دي وظيفه الحساسات الموجوده في الاربطه. للاسف لما بنعمل حشو العصب كفاءه الحساسات دي بتقل بشكل ملحوظ، وبالتالي وانت بتاكل لو في حاجه ناشفه الحساسات دي مش موجوده او مش شغاله بكفاءتها العاليه، واللي بينتج عليه ايه؟ ان انت بتكمل مضغ لحد ما تسمع صوت الكسر. طيب نيجي للسؤال الثاني، هل كل الناس محتاجه انها تعمل كراون بعد حشو العصب؟ لا، ده بيعتمد على شويه عوامل. اول حاجه الضرس، مكان الضرس فين؟ هل في الفك اللي فوق ولا في الفك اللي تحت؟ كميه التسوس والجزء الباقي من الضرس بعد ما نضفنا التسوس الموجود قد ايه؟ ده بيحدد هل محتاجين ان احنا نعمل كراون ولا لا. ثالث حاجه قوه المضغ او الطحن اللي بيحصل ما بين الضروس، هل الضروس بتتعرض لقوه مضغ عاليه ولا قليله؟ طب ده بيتحدد ازاي؟ من قوه العضلات، قوه العضلات اللي موجوده اللي بتحرك الفك اللي تحت تخليه يمضغ مع الفك اللي فوق. طب دي بنعرفها ازاي؟ عاده الناس اللي بيبقى وشها رفيع قوه العضلات عندهم بتبقى بسيطه او ضعيفه، فقوه المضغ ما بين الضروس بتبقى قليله، عكس الناس اللي بيبقى عندهم سكوير فيس او وشهم عريض كده بتبقى العضلات هنا قويه فقوه المضغ بتبقى عاليه. ده جزء. الجزء الثاني اللي بيحدد قوه العضلات هو السن. هل ده شخص لسه في ال20 30 40 سنه لسه في شبابه فقوه المضغ عنده عاليه جدا، قوه العضلات عنده عاليه جدا، ولا لا ده شخص كبير في السن 60 70 سنه فلا قوه العضلات بسيطه المضغ بتاعه بسيط، فلا انا هنا ممكن محتاجش كراون. عكس اللي لسه في ال20 او 30 سنه الماستيكاتوري فورس او قوه المضغ بتبقى عاليه فبيبقى سهل جدا ان الضروس تتكسر، فبنبقى محتاجين اكتر ان احنا نعمل كراونز ونغطي الضروس دي عشان ما تتكسرش. رابع حاجه كميه التسوسات الموجوده في الاسنان. عاده لما بنلاقي اسنان كتير فيها تسوسات بنعرف ان الشخص ده عرضه لتسوس الاسنان في الضرس اللي اتعمل له حشو عصب، فبالتالي بنفضل ان احنا نعمل كراون بعد حشو العصب. ليه؟ لان زي ما قلنا الضرس بعد ما بيتعمل له حشو عصب الاحساس بالتسوس ما بيبقاش موجود، الاحساس بالالم ما بيبقاش موجود، فبيبقى سهل جدا ان التسوس يبقى بياكل في الضرس وانت مش حاسس بحاجه. واخيرا هل بنغسل الاسنان ولا لا؟ كل ما اهتمامنا بالاسنان كان قليل كل ما فرصه ان احنا محتاجين ان احنا نعمل كراونز كانت عاليه، كل ما كانت المتابعه بتاعتنا مع دكتور الاسنان كانت قليله كل ما فرصه ان احنا محتاجين ان احنا نعمل كراون كانت عاليه. للاسف ثقافه ان احنا نبقى عاملين متابعه كل 6 شهور او كل سنه ان احنا نروح لدكتور الاسنان ونعمل اشعاعات والدكتور يبص على الاسنان عشان يشوف مستوى التسوسات ومستوى تقدم التسوسات اللي موجوده في الاسنان، الثقافه دي مش موجوده في مصر، فبالتالي بيكون الافضل ان احنا نغطي الضروس دي عشان نضمن ان الضرس ما يبقاش بيحصل فيه تسوس واحنا مش حاسين بيه. طب في حاله ان انت مش هتقدر تعمل كراون في الوقت الحالي بعد ما عملت حشو العصب، واحده من الحاجات المهمه جدا اللي المفروض تعملها انك تقول للدكتور دكتور انا مش هقدر اعمل كراون في الوقت الحالي، انا عايز اجل خطوه زي دي. وقتها الدكتور بيتصرف ازاي؟ انه بيفكرك انك مهم جدا انك تهتم بتنظيف الاسنان حوالين الضرس ده بالذات، لان لو حصل فيه تسوس انت مش هتحس بحاجه. والحاجه الثانيه ودي مش دايما او مش افضل حاجه نعملها ان احنا بنقلل مستوى الضرس بحيث ان الضرس ما يمضغش مع الضرس
الضرس اللي قصاده. يمكن الموضوع بالظبط عامل زي ترابيزه البلياردو. عارفين ترابيزه البلياردو اللي بيبقى ليها 16 رجل دي؟ تخيل ان في رجل ضعيفه، فانت قللت او بردت ارتفاع الرجل دي، فبالتالي الرجل دي ما بقتش بتلمس لما انت بقيت بتمضغ على الاكل. الوولز او الحيطان بتاعه الضرس بتاعه الحجره العصبيه بعد ما عملنا حشو العصب بتبقى ضعيفه، بيبقى سهل جدا انها تتكسر، فلما بنقلل ارتفاعها فرصه الكسر بتاعتها بتبقى قليله. حاجه زي دي ما ينفعش ان احنا نستمر عليها لفتره طويله، ولكنها حل مؤقت بدل ما الضرس بعد ما عملنا له حشو عصب يتكسر، ولكن بشكل ما ممكن تاثر على العضه بتاعتك. نيجي بقى للاندوكراون او الحشوات الخزفيه. دي عباره عن ايه وهل هي حاجه حلوه ولا لا؟ الحشوات الخزفيه او الحشوات الجزئيه هي بتكون زيها زي الحشوات التجميليه البيضه ولكن اقوى، وبتغطي اسطح الضروس، فبالتالي بتوزع الحمل على سطح الضرس كله. بمعنى لو انا عندي ضرس بالشكل ده وحطيت فيه حشوه عاديه، سهل جدا ان الحشوه قوه المضغ اللي وقع على الضرس ده انها تخلي الضرس يتكسر نصين، عكس الاندوكراون بيغطي سطح الضرس، السطح اللي بيحصل عليه المضغ، فقوه المضغ اللي بتنزل على الضرس بتتوزع على جسم الضرس كله، فبالتالي فرصه الكسر بتبقى قليله. طب مين احسن، الاندوكراون اللي هي الحشوات الخزفيه ولا الكراون او الطربوش العادي؟ ده بيعتمد على حاجه من اتنين، مين مور كونزرفتيف او مين اللي بيحافظ على الاسنان ما بنربطش جزء كبير من الاسنان. الاندوكراون او الحشوات الخزفيه، بس مش مناسبه لكل الناس. لو واحد ما بيهتمش بتنظيف الاسنان او ما بيعملش تشيك اب، يعني من وقت للتاني بيروح يبص على الاسنان ويكشف على الاسنان، هيحصل تسوس في الضرس. سهل جدا ان يحصل تسوس في الضرس ويبقى بيتضر اكتر ما بيستفيد من الاندوكراون او الحشوات الخزفيه. وقتها الافضل بالنسبه له انه يعمل طربوش او كراون او حاجه تغطي سطح الضرس بشكل كامل، فبالتالي نبقى مطمنين ان مش هيحصل معاه اي نوع من انواع التسوسات. بس كده. لو شايف انك استفدت ادعي لي دعوه بزر الغيب. لو عندكم اي اسئله اكتبوها تحت في الكومنت، ولو كنت دكتور اسنان ما تنساش تتابعنا على قناه ابل دنتستري، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.